يغادر عبد الواحد، توقعت انه هيغادر وبالفعل يترك الفرصه للصاعد محمود عبد الرحيم جنش اللي يمكن ما قدرناش نحكم عليه قوي. مشاركه وحيده، كانت مباراه انتاج الحرب الموسم الماضي وشارك الولد الحقيقه بشكل جيد في ختام الدوري. سلم على عبد الواحد. سنه الحياه انه عبد الواحد دلوقتي جنش بيستقي خبراته من عبد الواحد وبيسلم عليه حسن شحاته واسماعيل يوسف، وهي الحياه سلسال. لكن القدر انه المركز اللي محتاج فيه تثبت لعيب واحد بس هو حارس المرمى، وبالتالي الجون اللي بياخد المكان بيركب زي ما بنقول لغه الكوره بيفضل. الولد ده حارس صاعد برضه نادي الاولمبي، وكان رشحه كابتن عبد الرحيم محمد لما تولى دياجو. اوبا جنش، يا سلام يا دياجو، يا سلام يا دياجو، يا سلام يا جنش. الفارو دومينيجز خطيره. جنش يمسك على طول محمود عبد الرحيم، اسم الشهره جنش. الفارو دومينيجز، الفارو دومينيجز، يا سلام يا جنش زي الصقر. مش هنعاصرها تاني، وادي خطيره هتتسقط. يا سلام يا جنش، ليها جنش كره ادريان. جول كبير زي عبد الواحد. رياس يأمن فتح الله وناده جنش وماسك. لعيبه صغيرين، حراس صغيرين طبعا. لما تشوف الكره دي ادريان هيشوط ولا ايه؟ مستني دياجو. اوبو يا سلام يا جنش، ادي انقاذ واختبار رائع محمود عبد الرحيم جنش. سالفيو ده قلت وبكرر لعيب هيبقى ليه شأن كبير. يا سلام يا، شوف بقى الانطلاقه والرؤيه، وسع لنفسه عشان يشوط. صعبه والله صعبه، رايحه في الضيقه هنا. انما برافو يا جنش، حاجه تفوقه كده وحاجه تعمل له انتعاشه وتدي له ثقه. اللعبه اللي فاتت طبعا الكرات دي تفوق حارس المرمى، لانه لما بيتالق بيبتدي هو داخليا من جواه يبحث عن مزيد من التالق ويحصل عنده حضور.